عزيزيني وعزيزاتي، معاكم عقارينو. النهارده هنتكلم بصراحة شوية. انت اشتريت شقة، دفعت ملايين، اشتريت ملكية عشان يقولوا المشتري راح المشتري جه، الملك راح الملك جه. لكن تتفاجئ اول ما تسكن ان انت ما اشتريتش شقة، ده انت كأنك داخل منطقة عسكرية. ممنوع الاقتراب او التصوير، ممنوع تنزل ده، ممنوع تشرب هنا، ممنوع تاكل، ممنوع تقف، ممنوع تنزل حتى بوست على السوشيال ميديا على حاجة مضايقاك. هو انا شاري شقة ولا مأجرها من المطور العقاري؟ لان كل حاجة لازم تمشي تحت قانون المطور العقاري، اللي هو الشكل العام، الإدارة، الذوق العام. هو انا مالك ولا مستأجر ولا محطوط مالك تحت الاختبار؟ طيب انا عندي بس استفسار بسيط، هو الكوميونتي رولز متعارضة مع ايه ان انا انشر بوكسراتي على حبل الغسيل اللي في بلكونتي، مع ان حتى شكلها لذيذ وماشيه مع الكوميونتي؟ والله انت دافع فلوسك كامله، ليه مش من حق احط ستاره؟ يا سيدي بحب اقعد بالفانيلا في الصاله. ليه مش من حق ان انا اغير لون حيطه؟ ليه مش من حق ان انا اغير وحده تكييف احطها في حته تانية؟ ليه مش من حقي حاجات كتير؟ وكل لما تيجي تعمل حاجه يقول لك اصل ده مخالف للائحه. طب هي اللائحه دي انا قريتها فين؟ مضيت عليها فين؟ هي اللائحه دي فوق الملكيه ولا تحت الملكيه؟ ليه ما ينفعش ادلدل السبت ده؟ حتى انا جايب له كفر عشان يبقى مناسب للكوميونتي. السبت مضايقك في ايه؟ احنا مش ضد النظام ولا ضد التنظيم ولا ضد الكومباوندز، احنا بس ضد ان الملكيه بقت متحوله لايجار مقنع على شكل زورو لابس قناع وبيعمل لك كده، وضد انك تحس ان انت قاعد في عزبه، بس بصراحه عزبه شيك شويه. بمناسبه العزب، ليا واحد صاحبي بقاله 8 سنين شاري ارض ولغايه دلوقتي ما استلمهاش، بمعنى ادق هو اتص على عينه، طبعا من شركه من اكبر الشركات في السوق العقاري، خلينا نسميها منظر الجبل. ده هو حتى راح للمطور ده عشان المطور ده ليه مشاريع كتير في التجمع وزايد وغيره، والمفروض ان هم اسمهم كوميونتي. ده حتى لسه مدخلين النيل في زايد، حاجه واو طبعا ان احنا ندخل النيل في زايد. والكوميونتي رولز برضو مهمه، لكن حقوق الناس ناكلها. حلو ان انتم محافظين على الرولز، وحلو ان انتم حافظين اللوائح كويس، وحلو ان انتم حاطين كوميونتي رولز، بس مين اللي يحافظ ويجيب حقوق الناس اللي انتوا تصيتوهم على عينهم؟ الخلاصه لو انت مالك لازم حقوقك تبقى واضحه، ولو في رولز تبقى واضحه وحقيقيه ومتفق عليها. مش مفاجآت بعد الدفع، الفكره في الكومباوند، النظافه والامن والخدمات تبقى متوفره في مكان واحد، مش نظام يدعم الخدعه الكذابه عشان تعرفوا تبيعوا ما يسمى بالكوميونتي. البيت اللي انت تحس فيه ان انت مش صاحبه ما يبقاش بيت. كان معكم عقارينو، واستنونا في حلقات جايه كتير. سلام عليكم.